هقول لكم النهارده على شويه نصايح للملوخيه بجد هتنفعكم جدا. وانتوا بتشتروا الملوخيه اشتروا العود اللي هو بيبقى كبير مش صغير عشان يسهل عليكم وقت التقطيف. وكمان الورقه اللي تشتروها تبقى ورقه كبيره وناعمه، ما تبقاش خشنه. الخشنه بيبقى طعمها مش حلو خالص في الاكل بالشكل ده. واحنا بقى بنقطفها، نقطف الملوخيه، نقطف الورق اللي تحت كده، بنشيل الورق بس مش بنشيل العيدان زي ما انتوا شايفين. هشيل الورق كله واجي بقى الجزء اللي فوق بس بشيل الورق بالعود بتاعه، عشان العود ده بيعمل عرق في الملوخية، بس ما بشيلش العيدان كلها بتاعت الورق عشان ما تبقاش عاملة عرق جامد في الملوخية. الجزء اللي فوق بس هو اللي بسيب العيدان بتاعته بالشكل ده، وهتبقى معاكم احلى ملوخية. وعايزة اقول لكم الورقة الناعمة دي بتبقى مسكرة وجميلة وبتبقى نظيفة كمان. هجيبها بقى، انا ما بغسلش الملوخية الاول، لا بغسلها بعد ما اقطفها، وبعد كده بغسلها واصفيها. بتفرميها بقى في كبة او بتخرطيها بالمخرطة، مش هتفرق خالص. هفرمها بقى في الكبة، وانا بفرمها في الكبة بضيف لها فصين من الثوم وكمان قرنين فلفل اخضر، ده بيخلي طعمها تحفة ومسكرة ولذيذة. وبفرمها عادي وبطبخها، وانا بطبخها بقى بحط لها رشة سكر ورشة كربونات عشان تفضل خضرة. ودي كانت النصايح بتاعتي، يا رب تكون عجبتكم.